انا عملت الفيديو ده مخصوص وسافرت مشوار عشان اصور الكلام ده لايف، ولقيته مظبوط. وناس تانية قالت لي لو عايز اصور ده، كلهم اجزموا ان هو للتوكيلات بتاعت الرئيس السيسي او منعهم من عمل التوكيلات لمرشحين اخرين كلنا نعرفهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نظرا للأحداث المتواجدة الكتير على الساحة في الأيام دي، لفت انتباهي أو لفت نظري حدث مهم جدا يا جماعة، مش لازم نسكت عنه أبدا، لازم كلنا. وأنا بقول أنا مش خايف من حد، اللي بيديني حاجة يمنعها. أنا مش خايف من حد، أنا ما بخافش غير من ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده أنا بقول وردت إلي أنباء إن في البطايق تؤخذ من كل المصالح الحكومية وأفران العيش حتى من الشركات القطاع الخاص، العمال بيلموا منهم البطايق. فكان مدى الاستغراب، خلينا نعرض الفيديو الأول لأن ده كان فاجعة. أنا سافرت مخصوص مشوار كبير عشان أصور الحدث ده، والحدث ده النهاردة حصري لايف، مش موجود مع حد في العالم، موجود معايا أنا اللي مصوره بتليفوني. أظن مش متفق مع حد وحضراتكم هتشوفوا بالفيديو. خلينا نشوف الفيديو وبعدين نرجع تاني نعلق عليه. انا رايي ان ده كده غلط اللي بيحصل في الشركه. واخدين البطايق اهو يا عم، وما ينفعش الكلام ده اساسا. لمين البطايق وبياخدوها يودوها فين؟ كل ما حد يخش تقع على طوال ال 24 ساعه اللي يخش ياخدوا بطايقه ويودوها فين؟ ما نعرفش. ياخدوا بطايقه ويودوها فين؟ ما نعرفش. ده كده ما ينفعش. ما بيقولش اصلا وبيعملوا بقى توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي. في مشكله مع العمال هنا. هو يا صار حد فرحان صار يا حاج والله ما ينفع يا عم. في مشكله كبيره مع العمال هنا لمين البطايق بتاعتهم. انا ما بصوركش. طب لا بعد اذنك، انت بعد اذنك تطفي التليفون وتقول لي بعد اذنك انا بكلمك بادب وباحترام. البطايق بتاعت الناس بعد اذنك انا صاحب الشغل هنا. انا عايز ما يصورنيش، هو ما يصورنيش. لا بعد اذنك انا عايزك تمسح الفيديو بعد اذن سيادتك، بعد اذنك تمسح الفيديو. يبقى انت كده متواطئ مع لم البطايق ده وموافق عليه. وبعدين بقى انت عبد المأمور. ايوه يبقى ما تصورنيش طالما انت عارف ان انا عبد المأمور، ما تصورنيش. ولكن في مشكله قائمه ما بين العمال وبين الناس المسؤوله اللي هي هنا دي بسبب بخصوص لم البطايق. انا باسمي ابعت المهندس عارف البطاقه راحت فين. انت الفيديو ده ما يضركش باي حاجه. لا ابعت المهندس عارف الموظف يا عم. اقول له البطاقه مش تاني الدنيا. ابعت المهندس عارف. ابعت ده ارفعه للشركه الاول قبل ما ترفعه. المهندس هاخد الرقم اهو، ابعته له عشان بجد. وبعد ما شفت الفيديو طبعا هنا في تساؤلات كتيرة جدا. انا واحد من ضمن الناس عايز اسألها فين بطايق الناس دي؟ والكلام ده يا جماعة انا ممكن انزل 50 مكان اصور فيه. انا مدى معرفتي ان فعلا كل الناس بتشتكي من الموظفين، والله قالوا لنا الكلام ده، موظفين جميعا بتوع الحكومة قالوا لنا الكلام ده. بطايقنا بتتلم منا لمدة كام يوم، وبعد التحري ومش اعترافا مني اهو عشان انفي عن نفسي الكلام ده، انا المتاكد منه واقول انا متاكد منه على مسؤوليتي ان دي بيتعمل بها توكيلات لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. هل ده يليق؟ هل ده يصح؟ انا مش عايز الرئيس عبد الفتاح السيسي. ازاي تخليني تجبرني ان انا اعمل له توكيل؟ ازاي؟ زي انتم ما شفتوا ده شك بعض الناس ان هو بياخدوا البطايق يعملوا بها توكيلات. امال انتوا بتاخدوها تعملوا بها ايه؟ دي شركه اسمها روزانا موجودة على البحر، موجودة في الساحل قبل الحمام أو قبل كارتة الحمام بحوالي 2 كيلو أو 3 كيلو. خليني أعيد تاني، الشركة دي اسمها شركة روزانا واحد، موجودة قبل كارتة الحمام بحوالي 2 كيلو على الشمال. بيلموا بطايق هناك حوالي قرابة 4000 عامل زي ما سمعتوا كده في الفيديو. لموا بطايقهم وبيودوها يعملوا بها توكيل. وده على ظن الناس، بلاش اقول على ظن عشان ما حدش يقول انت بتغيرنا عليا، لا، على ظن الناس ان بطايقنا دي انا هتيجي بطاقتي المفروض باخدها اخر منها. مفيش اي سبب من الاسباب، انت واخدها ضمان بس ان انا ادخل ارجع سليم باخد. والكلام ده حصل بقاله كام سنه في ايام التوكيلات، وفي الايام دي بالذات اللي بتلم منها من الموظفين كمان البطايق، واجزموا انها بتتلم عشان توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي. برضه ده حصل في شركات القطاع الخاص. فين حقوق الناس دي؟ ازاي اسيب بطاقتي وانت تاخدها تعمل بيها حاجه انا مش عايزك تعملها؟ بطاقه الرقم القومي، افرض موتت بها حد، افرض سجنت بها حد، افرض قتلت حد ورميتها جنبه، بناء على ايه
البطاقه دي انت بتاخدها امانه، والمفروض اديك صوره بطاقه، لكن انت صممت على انك تاخد البطايق، مع العلم انهم كانوا في البدايه بياخدوا صور البطايق عادي. فجم اليومين دول صمموا انك لا، لازم عشان تدخل تجيب البطاقه، فالعامل غلبان اللي معاه دبلوم واللي جاهل واللي ما معهوش. وانا والله لا افتري على حد ولا اسخر من حد، ولكن يعني عايز اقول الناس طيبه بمنتهى التواضع، وبتدي البطاقه على محمل الامان انها هتلاقيها وهي خارجه، فما لقيوش البطايق، ولمده يومين 3 4 مش موجوده البطايق زي ما سمعت. ومش الشركه دي بس، في شركات كتيره بتعمل الموضوع ده، بتلم البطايق على اساس او المتردد بين الناس، خليني اهو اقول المتردد بين الناس انهم بيعملوا بيها توكيلات لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. انا بقول هو مش محتاج توكيلات يا جماعه، كفايه عليه اعضاء مجلس الشعب اللي ادوا اصواتهم، كفايه عليه التوكيلات اللي جماعه لحد الان. لكن اللي بيحصل ده لازم يوصل للنائب العام. انا بطالب انه يوصل للنيابه وللنائب العام وتحقق في الموضوع ده. مهندس اسمه خالد معرفش ايه، شغال في شركه جرزانه، لم البطايق لمده كذا يوم، عمل بيهم ايه ما نعرفش. لكم شفت الفيديو، ممكن نشوفه تاني وتالت، ممكن نشوف مقتطفات منه، ممكن نشوف غضب الناس او استيائهم من الموضوع ده ازاي. واحد بيقول انا رايح اجر فستان لخطيبتي بالبطاقه، انت ازاي تاخدها مني ومش عايز تديها لي؟ والتاني يقول لا ده انت رايحين تعملوا بها توكيل. وزي ما شفتوا الناس قاعده عمال في العربيات في كل حته. وانا حضرت الموضوع لاخره، كان الكلام المفيد كان ده يوم الخميس، كان الكلام المفيد ان يوم السبت او الحد هتاخدوه. فهل ده يليق بالمصريين انهم يعاملوا بمثل هذه المعامله؟ ده عمال. فين المسؤولين يا جماعه؟ فين الحكومه؟ مين المسؤول عن الكلام ده؟ احنا لما نرجع نقول دي شكوى، انا بقول دي شكوى واجب رفعها للنائب العام. مين المسؤول بالكلام ده؟ انا ما كنتش، انا عملت الفيديو ده مخصوص وسافرت مشوار عشان اصور الكلام ده لايف، ولقيته مظبوط، وناس تانية قالت لي لو عايز اصور ده موجود في شركتنا، وكلهم اجزموا ان هو للتوكيلات بتاعه الرئيس السيسي او منعهم من عمل التوكيلات لمرشحين اخرين كلنا نعرفهم، وليكن اكيد مش يمامة كلنا عارفين ان يمامة ده جاي معمول صورة عشان يكون يتصور المصريين ان فيها هيجرى انتخابات وان في مرشحين داخلين. يمامة مين اللي بيقول انا برشح الرئيس وباقيين؟ ده هيبقى ازاي في يوم من الايام منافس كده؟ فاحنا كلنا يعني ممكن تبقى البطايق دي ملمومة عشان الطنطاوي ما ياخدش توكيلات. فده لا يليق بالدولة المصرية، وده عيب. واجب التحرك، واجب إخبار الجميع بأن بطايقهم دي اتاخدت في المكان الفلاني واتعمل بها كذا كذا. لكن عمرنا ما هنتقدم طول ما احنا ماشيين بالطريقة دي، عمرنا في حياتنا هنفضل مصريين. كفاية يا جماعة ال10 سنين اللي فاتوا احنا رجعنا كتير ورجعنا ورا ياما قوي، فعلا رجعنا ورا ياما قوي قوي عشان بس نوصل للنقطة اللي كنا واقفين فيها، وهي كانت ثورة. يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيستلم ثورة، احنا بس عشان نوصل للنقطة اللي كان فيها الثورة وقلنا ده احنا هنلم الخراب وبتاع، سنين كتير جدا من إصلاحات ومن ناس أمينة وكده. فالرئيس للأسف أخدنا وركبنا الصاروخ ورجع بينا لورا مش لقدام، ويا ريته كان ثبتنا مكاننا. لله الأمر. وبكده انتهت الحلقه، ويا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك فيها ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصلوا كل جديد. ضروري يا جماعه تفعلوا جرس الاشعارات، لان اليوتيوب النهارده كله فعلا بيشتكي منه ان هو مش بيوصل الفيديوهات لكل الناس. فانت فعل جرس الاشعارات عشان يوصلك الفيديو. وكمان لو تدعمونا في القناه، احنا بنسميها البديله، هي قناه ترفيهيه بنحط عليها بعض الفيديوهات الكوميديه، ولكن هي مؤقته، ما نعرفش القناه بتاعتنا بيحاولوا ان هم يقفلوها تقريبا. فاحنا يا ريت كلنا اللي يعرف يشترك في قناه اسمها مواقف نت، ونحط الرابط دايما في اول تعليق او في الديسكريبشن في صندوق الوصف. ولو مش في الفيديو ده هتلاقوا الرابط، هتلاقوه في فيديو تاني او تالت او قبل شويه. كل سنه وحضراتكم طيبين وتصبحوا